ويلك راح نشتغل وياك على الساعة. مأجر بلياني؟ ابني امتحانات جاية وعندي كوم وناس. من انا راح اشغل هسه صار كابتن. العداد شنو؟ صار كابتن. يحيى علوان وياك كان استاذ. يعني ما يصير صار كابتن؟ طبعا ما يصير. صار كابتن. شنو؟ صار استاذ. انت ايش عندك مشكلة باللغة العربية؟ فهمني. استاذ انا اي مشكلة ما عندي. ممتاز ممتاز، هيك راح نرتاح بالشغل. يعني بالقواعد ما عندك مشكلة؟ لا ما عندي اي مشكلة. ابد ما عندك؟ ابدا. مسيطر بالقواعد؟ فوق ما تتصور. زين اذا امتحنا ايش قد تجيب ان شاء الله بالبكالوريا؟ فوق ما تتصور استاذ. يعني ايش قد يا ابني؟ 0. يعني مو زين بالقواعد. فوق ما تتصور استاذ. بالادب شلونك بالادب؟ استاذ كل الزين. الشعراء تعرفهم؟ طبعا طبعا استاذ اعرف. دا عدد لي شعراء وقول لي بيت شعر. رائد ابو فتيان، ادهم عادل، حمزه الحلفي، عدلي المحمداوي، بيت الرائد، لدق باب كنت تفتحه وتفوت. لك ابني اوقف. ولا تمر. لك بابا اوقف. انا احكي لك عن الشعراء الموجودين بالكتاب. استاذ انا بس احضر منتديات ما اقرا كتب. يعني مو زين بالادب انت. فوق ما تتصور استاذ. زين بالنقد شلونك؟ استاذ انا ما احب اشيل غيبه احد الصراحه والله العظيم، يعني استاذ كل واحد خلي يحير بروحه وبعدين يحير بالاخرين. لك ابني هذا منهج نقد، منهج استاذ اكو مثل يقول من راقب الناس ما تهمن استاذ. لك ابني بالمنهج بالنقد شلونك؟ لا استاذ نفاق هذا استاذ. انتقدنا ايش حصلنا استاذ؟ يعني ايش حصلنا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بعد يا انت شلون مسيطر باللغة العربية؟ استاذ انا محتاج 40 ورقة. ايش راح تهاجر شنو؟ يعني اقصد 40 درجة استاذ يعني. ابني الامتحان من 50. استاذ 10 قرار هاي مضمونة، ايش قد تبقى؟ 40. 25 انشاء مضمونة. على كيفك نزار القباني. وال 15 يعني تلم وعلى نياتكم ترزقون هاي الله. لك ابني طالع تبيع بكمبر، هذا امتحان بكالوريا، انت غير مسيطر. استاذ والله فوق ما تتصور استاذ والله. انا هذا الحكي ما يفيدني، خل امتحنك باسئلة العام. نبدي بالقواعد. حاضر استاذ. اعرب ما تحته خط. لا استاذ الحمد لله الله يخليك استاذ. فدوى اروح لك استاذ، انا عند السياره سايبه وخط ما كله بنات، عرفت من وراء اعرب ما تحته خط. لك ابني لازم اعرب ما تحته خط. رعبتنا هاي الجمله والله العظيم استاذ الله يخليك. لك بابا لازم اعرب ما تحته خط استاذ. يعني انت مو زين بالاعراب. لك ابني هي اللغه شنو؟ هي اللغه جمله فعليه وجمله اسميه. اي صح. الاسميه مبتدا وخبر. الفعليه فاعل ومفعول به وفعل. يعني مثلا بنى سعدون المنزل. نعم استاذ. وين الفاعل؟ منو الفاعل؟ الخلفه. راح تكتب لهم في البكالوريا خلفه؟ امتحنك بالاسئله. اكتب طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام. الله إذا استاذ بشرف. دا وين سكاني؟ أغني لك بعد أم كلثوم وعبد الوهاب. أول شيء دل على معمولي ليس ثم استبدلهما بأداة نفي أخرى. نعم أستاذ. يعني نشيل المعاميل ما ليس ونخلي ناس بمكانهم. يعني تقطع رزق ليس. بالضبط. ومن يجوك ناس تقول لهم ليس عزل منا فتح بمجمع الليس. خوش حاضر. لك ابني هذا شنو حاضر؟ أنت ما تعرف يعني شنو معمولي ليس؟ أستاذ والله العظيم هسه سمعت من عندك. لك شنو دادزك على فاتحة أني؟ أستاذ ما حد قايل لي. عوف القواعد بابا عوف القواعد. الأدب. بلادك نجد والمحب عراقي فغير التمني لا يكون تلاقي. هذا البيت يا عزيزي للحبوبي. شنو معلوماتك عن الحبوبي؟ أستاذ شنو الإهانة؟ لا عندك معلومات يعني؟ طبعا أعرف أستاذ. ليش تضوجني؟ أستاذ هذا يسوي طرشيش بشق. من هو؟ الحبوب والسطلة مالته ما تبقى عندنا للظهر أستاذ والله العظيم. أستاذ شنو ما أعرف. معلوماتك عن الشاعر الحبوبي يبيع طرشي؟ طبعا أستاذ ويسوي طرشيش بشق وشق حلقة اللي يحكي أستاذ والله العظيم. خلينا نشتغل بالنقد. السؤال الأول. نعم أستاذ. يقول الرائع جبران خليل جبران. نعم أستاذ. أعطني الناي وغني فالغنى سر الوجود. انسب قصيدته نعم أستاذ إلى مذهبها وعدد خصائص المذهب فقط. شنو السالفة أستاذ؟ أترجاك كل شيء ولا تدخلنا بالطائفية أستاذ. أنا أصدقائي ما في يوم سألهم أنت سني لو شيعي يا مذاهب يا أستاذ. لك ابني هذا مذهب قصيدة. لو أعرف أرسب ما جاوب على هذا السؤال. لك ابني هذا مذهب قصيدة. تترجعنا للطائفية رحمة الوالدين. شوف هذا السؤال الثاني. جان راسين من أعلام الكلاسيكية الغربية بأي فن كتب؟ نعم أستاذ. وبما اشتهر؟ نعم أستاذ. وبما تميز مسرحه؟ نعم أستاذ. ومن أين كان يأخذ موضوعاته؟ مو هواي بعد سألني من رقم مقطع أستاذ شو علي يعني؟ عوف الموضوع بابا أنت ما تدبرها.
الإنشاء هكذا قلمي. إنشاء. هاي شنو هذا؟ الإنشاء ينكتب؟ هذا راح تجيب لي 25؟ غير بنهايته تاء من ربط. لا كتب إنشاء بالهمزة بالأخير، بالهمزة بالأخير. راح يجيك موضوع عام وموضوع خاص بالوطن أكيد. فأنت لازم تحضر كلائش على الوطن. أنا محضر ومضبط عافية. يعني لا تخاف. العراق بلد الحضارات، توجد فيه 18 محافظة أستاذ يتكونون من أشياء عظيمة مثلا، وسقطت واحدة من عندهم في الموصل فبقت الآخرين، فكل محافظة تتكلم اللغة الأخرى. فمثلا النجفي يتكلم اللغة النجفية، البصراوي يتكلم اللغة البصراوية، الكردي يتكلم اللغة الكردية، البغدادي يتكلم لك ما راح تعدد المحافظات كلها. كافي. اعبر وراها. شنو المضمون اللي راح تكتبه؟ لازم احنا ليش حابين العراق؟ ليش نريد نبقى بالعراق؟ لازم تخلي لك مضامين استاذ. يعني احكي على الاصدقاء مثلا. نعم استاذ. في الوطن العربي توجد 18 محافظة. يا في الوطن العربي العراق، لك الوطن في العراق تتواجد 18 محافظة. الموصل سقطت والآخرين. لا ابني هذا ليش اعرف اعبر لي على الصداقة ايش بيها؟ نعم استاذ. الاصدقاء هم عظيمين في الوطن، فدائما الاصدقاء يكونون قريبين من القلب. عندي صديق طلبه مني تيشيرت رصاصي فاخذه ولم يرجعه لحد. لكن يا تيشيرت رصاصي شعني هذا، شعني المصح، شعني المصح راح يقرر موضوع بمعنى. احكي لي عن موضوع ثاني غير موضوع احكي. نعم استاذ. نحكي عن الرابطه العائليه. اي عن عائله، عن فشي. ليش واقف العلاقه تكتب؟ نعم استاذ. الوطن توجد فيه 18 محافظه، سقطت الموصل وبقت. عوف هذه عوف، تدخل لي راسا على رابط العائليه. نعم استاذ. الوطن العراقي توجد فيه عائله عظيمه، عائله من الاب والاب والاخت والاخ والطفله والطفلين، ويتكونون من عائله شريفه. عندما امي كانت تغسل لي ملابسي فسالتني على التيشيرت الرصاصي فقلت لا حول ولا قوه الا بالله. ابدع في التيشيرت الرصاصي ابو سيدك. انت احكي بموضوع بعمق بفائده للناس يا اخي. استاذ نحكي عن الغيره العراقيه. احكي عن الغيره العراقيه ولا تبدي لي بكليشه العربي يحكي عربي والكردي يحكي كردي. نعم استاذ. نعم. ادخل لي قبل بالغيره العراقيه. استاذ الوطن العراقي توجد فيه غيره عظيمه وقويه جدا. عندما تعارك صديقي في المدرسه فشق قميصه وطلبوا مني التيشيرت الرصاصي ولم يرده لحد الان. في الموضوع بابا انا ماخذ ورقه منه لك. خوش على هاي المحاضره. انا ماخذ ورقه منه لك. هاي الورقه شو هذه؟ انا ما راح اروح اشق التيشيرتات الرصاصيه كلها لعند ولدي. ابو هاي الشغله همينه. استاذ شنو هاي؟ العد هو احنا ليش نرسب؟ لان المدرسين الخصوصيين